اقوى رد فعل من اداره الهلال السوداني. تعالوا نروح نشوف البيان، وانت تقدر تدخل برضه على صفحتهم، لكن الاول اخبط اللايك المتين، اعمل شير للفيديو، انزل اكتب هلالابي وافتخر، وصل الفيديو ده ل 10000 لايك. اللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك، فعل الجرس. شكرا لكم على دعمكم القوي. وتعالى بينا باختصار كده اجيب لك الفوله زي ما بيقولوا. في اعقاب الاستبعاد غير القانوني اللي تعرض له ممثلون القانونيين من جلسه الاستماع التاديبيه للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف امس في القضيه رقم كذا المتعلقة باللاعب حمزة المساوي والاخطار اللاحق الذي وجه مباشرة إلى النادي بدلا من محاميه بشأن استئناف الجلسة اليوم. حضر نادي الهلال في الموعد المحدد لمواصلة سعيه لتحقيق العدالة، إلا أن ما جرى اليوم يؤكد أن المخالفات التي تم رصدها أمس لم تكن حوادث معزولة، بل جزء من مسار معيب وغير مقبول تماما. وقبل أن تبدأ الجلسة رسميا تكرر نفس نمط الظلم فورا، فعند الانضمام إلى الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي تم إقصاء نادي الهلال مرة أخرى كسرا من قاعة الجلسة من قبل رئيس اللجنة السيد عثمان كان، الذي صرح صراحة بأنه لن يسمح للنادي بالمشاركة ما لم يكن بتغيير ممثليه القانونيين خلال 5 دقائق، ويعد ذلك انتهاكا صارخا لحق أساسي وهو حرية اختيار المحامي. وبذلك تكون اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي قد جردت نادي الهلال فعليا من حقه في الدفاع، ووضعت النادي تحت ضغط غير قانوني. مش أنا قلت لكم إن هيكون في أسباب لازم نعرفها عشان نشوف فضيحة الكف؟ ولا يجوز في أي نظام قانوني ديمقراطي استبعاد الطرف الرئيسي نفسه تعسفيا من الإجراءات فضلا عن ممثليه المعتمدين قانونا. ومع ذلك تجاهل السيد عثمان كان هذه المبادئ الأساسية بشكل علني، ووضع نادي الهلال في موقف مستحيل. لم يتم فقط تقييد حق الدفاع بل تم إسكانه فعليا. وفي الوقت الذي كان فيه نادي الهلال يسعى إلى تأكيد أبسط حقوقه الإجرائية سمح لمحامي الطرف الآخر أمس وكذلك مرة أخرى قبل محاولتنا المشاركة اليوم بالتواصل المباشر مع هيئة التحكيم خارج محضر الجلسة، ويعد ذلك خرقا جسيما لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف، وبيصير مخاوف عميقة بشأن حياد العملية برمتها. فلا يمكن اعتبار أي إجراء عادلا إذا تم استبعاد أحد الأطراف بينما يمنح الطرف الآخر وصولا غير معلن إلى صانع القرار. وتتفاقم خطورة الوضع بسبب سلوك الطرف الآخر، إذ أن ناديه يضم لاعبا تلقى مؤخرا عقوبة إيقاف لمدة عامين بسبب تعاطي المنشطات اختار أن يتهم نادي الهلال بمخالفة مبدأ اللعب النظيف، ووصف مطالبنا بأنها مبالغ فيها وميؤوس منها. وهذه التصريحات ليست غير لائقة فحسب، بل تكشف الكثير، فقد أثرت مشاركة هذا اللاعب رغم ثبوت تعاطي المنشطات ورفع الإيقاف المؤقت عنه بشكل مثير للجدل بشكل مباشر على نتائج المباريات. احنا اتكلمنا على ركلة الجزاء اللي هو تحصل عليها، اللي كانت ركله جزاء حاسمه في المباراه الاولى، ان هم تعادلوا، وكان له تاثير في المباراه الثانيه من خلال وقع بطاقه حمراء من مساهم في اقصاء نادي الهلال. وهذه الوقائع وحدها كفيله باثبات مشروعيه موقفنا. ان رفع الايقاف المؤقت بشكل تعسفي وغير عادل ومن دون اساس قانوني سليم يتضح ذلك ليس فقط من القرار ذاته بل ايضا من مجريات الاجراءات، فقد تم تاجيل الجلسه عده مرات دون مبرر، وتم تحديد موعدها في توقيت قريب جدا من مباريات حاسمه. كما تم التعجيل في الإجراءات. إضافة إلى ذلك ترأس نفس الشخص الذي شارك في القرار الأول هيئة جلسة الاستماع، وتم هضم حقنا في الاستماع إلينا مرارا. وعند النظر إلى هذه العناصر المجتمعة يتضح وجود نمط لا يمكن تجاهله. ورغم أننا تلقينا القرار هذا اليوم في ظل ما يمكن وصفه بمناخ في المخالفات الإجرائية وعدم اليقين القانوني، فإننا لم نفاجأ، فمنذ البداية جعل النهج الذي اتبعه الاتحاد الأفريقي في هذه القضية النتيجة متوقعة، وده اللي أنا قلت لكم عليه. ورغم هذه الظروف يظل نادي الهلال متمسكا بموقفه، فقد قمنا بتقديم استئناف رسمي لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفقا لكافة المتطلبات الإجرائية. ومع ذلك إذا لم يتم التوصل إلى قرار جاد وقانوني ضمن الإطار الزمني المحدد فسنلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي. كان نفسي نلجأ من دلوقتي ومن قبل كده، وأنا قلت الكلام ده ماشي. إن هذه القضية تتجاوز مجرد نادي واحد، فهي تعكس الوضع الحالي لإدارة كرة القدم الإفريقية وتثير تساؤلات جدية حول مصداقيتها. وندعو مجتمع كرة القدم إلى متابعة هذه القضية عن كثب، إذ يكون لنتيجتها آثار كبيرة على نزاهة ومستقبل اللعبة في القارة. وبغض النظر عن النتيجة النهائية بات من الواضح أن هذه القضية ستترك أثرا دائما في تاريخ كرة القدم. بالتوفيق للهلال السوداني.